مساء الخير مشاهدي الكرام في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج المناظره، الراي والراي الاخر، اتفاق واختلاف. منورنا النهارده ضيوفنا في الاستوديو. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. ممكن نبذه بسيطه عن حضرتك؟ خبير التغذيه كريم اكرم. بقدم برودكت للناس ليه علاقه بالتخسيس. اصلا دارس اداره اعمال، بكالوريوس تجاره. من حبي في التغذيه ومن حبي طبعا ده جه من خلال شركه اشتغلت فيها. من حبي في الموضوع، من حبي في الناس، تعمقت في التغذيه اكتر، خدت اكتر من دبلومه. بس حاجه بسيطه يعني. نورنا يا فندم. ده نورك، يا رب يخليك. نبذه صغيره عنك يا دكتور. دكتور شريف عبد القادر، دكتور واخصائي تغذيه علاجيه. اهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه كده خليني اسالك سؤال عن منتجات التغذيه. ساعات بتسبب كتير جدا امراض مزمنه. في اراء ناس كتيره حصل لهم امراض مزمنه بسبب ادويه التخسيس، رايك ايه يا فندم؟ انا رايي انها بتفرق طبعا من برودكت، من منتج لمنتج، يعني على حسب انت واخداه من مين، على حسب هو مرخص ولا مش مرخص، على حسب برضو في معاكي متابعه مع فريق طبي، دكتور او دكتوره بيتابعوكي دايما، بياخدوا منك الفيدباك بشكل اسبوعي. طب هرجع لحضرتك تاني اسال، بس دكتور هشام راي حضرتك ايه في المنتجات بتاع التخسيس؟ انا بصراحه شايف انه المنتج اللي بيجيب نتيجه اذا فهو فعال. نقطه. يعني انا دلوقتي لو جربت حاجه والحاجه دي خسستني فعلا، يبقى هي شغاله بالنسبه لي. مرخصه او مش مرخصه بقى دي حاجه ممكن نتناقش فيها بعد كده، لان كل شيء يعني قد يكون له مضار، وفي حاجات كتير مرخصه وليها اضرار. هي الموضوع كله اباوت ازاي بستخدم الحاجه اللي قدامي. خلاص. فيعني ممكن ان يبقى طبعا دواء غير مرخص، لكن بيقوم بنتيجه كويسه جدا لو انا استخدمته بالشكل السليم. يعني مش لازم يكون معاه ترخيص عادي؟ لا، في حاجات كتيره جدا لسه لم تحصل على الترخيص بتاعها لكنها فعاله 100%، بس لازم اللي يوصفها يكون شخص فاهم يعني. دكتور ولا ممكن برضو حد لا ما يكونش دكتور؟ يعني يفضل يكون دكتور. يفضل. ما دلوقتي اي حد فعلا بيقول اي كلام على الهوا، اي حد معاه اي خبره يسمي نفسه خبير ويطلع يقول. طيب راي حضرتك الهوس بعمليات التجميل، راي حضرتك ايه يا فندم؟ دلوقتي البنات كلها عايزه تقلد بعضها، نفخ شفط الحاجات دي، راي حضرتك ايه؟ دي حاجه طالعه عادي اليومين دول. دايما الست بشكل عام دايما بتحب انها تكون في احسن مظهر، في احسن شكل. فطبيعي ان يعني دي موضه زي ما بيقولوا، زي ما كانت زمان برضو الميك اب بشكل عام كان موضه. والموضوع ايه اللي كان بشكل عام موضه؟ الميك اب اول ما هو ما مستمر زمان. ايه طبعا انا مستمر. حاطه قدامك اهو. اوكي مفيش مشكله، هو مستمر وهو موضه. بس دلوقتي انت بتتكلم على نقطه التجميل والنفخ. فكره التجميل والنفخ دي هي موضه العصر دلوقتي. زي ما حضرتك قلت كل البنات. يعني انت بتنصح البنات هي تنفخ او ان هي تروح لدكاتره التجميل؟ لا طبعا ما بنصحش البنات ان هي تنفخ. تقولي موضه دلوقتي مفيش احسن من خلقه ربنا على فكره. لا لا لا، انا ما قلتش، انا ما بنصحش البنات. انا بقول ان انت بتقولي لي ايه رايك في الموضه دي، انا بقول لك ان دي موضه. موضه، دي حاجه وهتعدي. وشفنا منها اضرار كتير جدا على ناس كتير جدا جدا. فانا ما بنصحش طبعا ان اي واحده ربنا خالقها، على فكره كلنا مخلوقين شكلنا حلو. احنا اللي يا اما بنحلي من نفسنا اكتر، يا اما بنبوظ من شكلنا. حضرتك شايف احنا بنحلي نفسنا اكتر؟ يعني انا شايف انه لو انا حاسس ان في حاجه لو انا عملتها هتخلي شكلي احلى اعملها عادي ان شاء الله. لا انفخ ابقى ماشي بكاوتشات هنا مش مشكله، ما دام ده. ايه اللي بيضحك؟ ايه اللي بيضحك يا فندم؟ لا لا تمام. انا بسمع حضرتك يعني. ماشي. دي كل واحد بيبقى عنده صوره ذاتيه عن نفسه. لو انا شايف نفسي انه انا هيبقى شكلي حلو لو خدودي كانت كبيره، خلاص اكبر خدودي، ايه المشكله؟ المهم حالتي النفسيه تكون مستقره. ساعات كتير جدا الموضوع بيبقى يعني خارجي داخلي، يعني انا اشوف نفسي حلو من بره ابقى حلو من جوه. يعني انا بصراحه بحب ان احنا نشتغل على الحته دي، لان مش كل الناس عندها الوعي الكافي نفسيا ان هي تتقبل، زي ما كان الاستاذ بيقول ان هو اتقبل انه انا حلو زي ما انا ده بيحتاج ثبات. طب حضرتك يا فندم بقى خلينا في الصراحه، عملت عمليه تجميل قبل كده؟ انا يعني بصراحه لا، انا ما احتجتش ان انا اعمل عمليه تجميل. هو فعلا يا فندم ما شاء الله. بس هقول لك على حاجه، انا قبل كده اعرف معلش اتفضل طبعا. انا قبل كده اعرف واحد صاحبي قال لي انا احب يبقى معايا ليك صوره ومش عارف ايه، تبقى معايا في المحفظه وبتاع. طلع ان هو راح يعمل عمليه تجميل عشان يبقى شبهي. ما شاء الله يا فندم ما شاء الله. صدقني لا بجد، انا ممكن ابقى ادي لك صوره برضه بعد ما نخلص. 4 في 6 كده هشيلها في المحفظه. حضرتك عملت قبل كده عمليه تجميل؟ لا ما عملتش عمليه تجميل ولا حاجه خالص؟ لا ولا ناوي؟ ولا ناوي اعمل عمليه تجميل ليه؟ بس انا لسه بنصح البنات انها ما تعملش، انا هعمل. البنات ما كتير دلوقتي. الرجاله تعمل عادي يعني. لا كتير قوي بيبقوا عاملين عمليه تجميل وينصحوا عادي، دي مالهاش علاقه. لا انا ما عملتش بصراحه. لو هي يعني اجابه قطعيه انا ما عملتش. ما احنا عايزين ولا ناوي ان اعمل حتى في المستقبل اليوم ما مات يعني. لا
مش هعمل عمليه تجميل ومش محتاج ان اعمل عمليه تجميل، اعملها ليه يعني؟ طيب انا عايزه اسال متفق، انا اسف جدا معلش. انا عايزه اسال سؤال لحضرتك وسؤال صريح. مم. اقدر الام دلوقتي تدي ايه الاطفال كاسلوب غذائي نظيف وصحي لاولادهم وهم رايحين المدرسه؟ القلقاس المجفف. في نظريات قالت حاجه زي كده يا فندم؟ طبعا القلقاس، يعني بصي انا هقول لك على حاجه، انا بشوف ان القلقاس من النباتات المظلومه اجتماعيا اصلا، ما اعرفش الناس بتكرهه ليه مع انه لذيذ جدا جدا والسلق بتاعه طعمه حلو قوي، بس غير كده هو مليء بالفوائد وممكن يدي الاطفال فيتامينات كتيره جدا، ممكن يدي الاطفال يعني هو وجبه متكامله، في بروتين، في فيتامينات، في كمان نشويات كافيه. معلش يا فندم ممكن تنزل رجلك؟ ليه يا فندم؟ هو في مشكله في الكاميرا يا فندم؟ ايه المشكله؟ القعده يا فندم، انا مش حاطه رجلي على رجله قاعده. طب ما الاستاذ عادي حاطط رجل على رجل. هو دافع يا فندم. دافع؟ خلاص اوكي سوري. طيب كمل يا فندم. بس اشكرك ان انت احترمت لا دافع خلاص. طيب ما ده يعني القلقاس المجفف على فكره كويس طب جدا. خلينا نروح كويس فاصل جداً ونرجع نكمل الحلقه. في ايه يا فندم؟ ايه؟ انا عايزه الحلقه تمشي على الريتم الصحيح. في ايه؟ طب ما انا معاك والله. ماشي هو انا خلاص ماشي على الريتم الغير صحيح؟ طب استفاد، اتعلم استفاد. نفسي انا هفوكس. اوكي طيب. انا ما كنتش مركز فعلا. طيب. انا اسف. ماشي ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين في المناظره. رأي حضرتك ايه؟ كمل. في نقطه القلقاس المجفف، انا عامه معايا كذا كيلو في العربيه، بعد ما اخلص ممكن ابقى هدي لحضرتك، انا مجففهم بايديا اورجانيك 100%، وهدي برده للاستاذ. لا انا سبانخ تشكر. مجفف. تشكر. انا تشكر سبانخ مجفف. السبانخ المجففه انا ما جربتهاش قبل كده بصراحه، بس يعني كويسه. لا حلوه جدا للشعر، يعني الدقن طب بالذات. قولي فوائدها برضه عشان ما نفيد بيقول الناس. الدقن. طب حضرتك بتنعم شعر الدقن وبتكثفه. حضرتك حاطط سبانخ. احنا بنتكلم بجد. مجففة. احنا بنتكلم بجد. ده دكتور ودارس يا فندم، وانا مناظره الموسم الثالث. بالظبط. بتعمل ايه بقى في شعر الدقن يا فندم؟ بتنعمه وبتكثف شعر الدقن جدا. انا حاسس معلش بس انا حاسس بس حضرتك بتتريق على موضوع القلقاس المجفف بموضوع السمان، لان انا عمري ما سمعت عن موضوع السمان. ليه اتريق على خلقه؟ دي نعمه ربنا. مش اتريق على بتكلم عن كده، لا القلقاس يعني انا قلت موضوع القلقاس المجفف بيغلط فيا، بيقول لي انا لا بقى. لا بعد اذنك انا عارف انه دافع بس بيقول لي بيغلط فيا. يا فندم بعد اذنك. خلاص انا النظره دي هي اللي هتخليني بجد. يا استاذي انا بتكلم معاك دلوقتي، موضوع القلقاس المجفف ده عليه ابحاث كبيره، حضرتك كونك مش ابديتد بالموضوع دي حاجه ثانيه، لكن ان انت تقول لي السبانخ المجففه خلاص بنقفي على بعض والكلام لا ده دي مش اصول. ده مش هنا خلاص. صح. تمام. انا بس يعني ايه احب ان احنا نساتل كده الدنيا. على فكره انا قلت معلومه، انا غلطان ان انا قلت غلطان. معلومه ليها المعلومة دي ريفرنس مش يا جماعه، مؤكدة. ليها ريفرنس يا استاذ. ما بساله. لا طيب القلقاس هو اللي ليه. ايوه طبعا هو انا بحطها دكتور. على دقني ليه يا فندم؟ افرض دلوقتي الناس خدت الوصفه دي وعملتها. هو الناس بتاخد القلقاس تحطهم على وشهم، ما هم بياكلوه. مجرد. انا ما قلتش ان القلقاس بيتحط على الوش، السبانخ بتتحط على الوش. حضرتك يعني بتاخد المعلومه دي بناخدها منك ثقه يعني ان السبانخ بتتحط على الوش تقل الدقن. انا بعتذر لكم جدا يا جماعه، دي معلومه مش عايزين معلومات خاطئه، احنا هنا برنامج كله مصداقيه. بعد اذن حضرتك يا فندم. دخل الكوميديا في العلم في حاجات. انا مش عارفه ايه وجه الهزار. ما اعرفش بجد انا فيا ايه. ركز يا فندم. ما انا بحاول اهدى وركز عشان يلا تستفاد. نركز. ركز عشان تستفاد. اركز في طب ايه؟ راي حضرتك يا فندم في الوصفه الغذائيه اللي اي دلوقتي بلوجر بيطلع يوصف حطوا كذا على كذا كلوا كذا على كذا، ايه يا فندم؟ مهزله يا فندم. احنا بقينا عايشين في اي حد متخصص مش متخصص بيقول يعني الاستاذ انا يعني ما اظنش ان هو متخصص ولا اي حاجه، بيقول لك سبانخ والدقن وبتاع، وده كلام يعني ايه كلام غير علمي، وهو بيضحك وبيشاور عليا. لا ده انا بقول لك ده انا اضحك وشاور زي ما انا بريسبكت على فكره. حضرتك ده كده انا موافق جدا. ده كده انا موافق راي حضرتك جدا ان انا انا بقول ده كده انا بعترف. اتفضل يا فندم. بقول معلومه خاطئه. سبانخ مجففه ايه اللي بتقولها ليه؟ عادي. انا القلقاس دي حاجه مجربه. عايز اقول حاجه. لا ما ينفعش تقول، انا ما سالتكش عشان تقول فين. لا يا فندم هتقول هو حاجه أي يبقى حد تقول يقول حاجه أي مظبوطه. حاجة. هو انا والقسايه لا قاعده عايزين هو ده. لا بس حضرتك مش مجفف. بس بجد واخد الموضوع لطافه جدا. انا مش عارفه لطيف. انت بتهزر على ايه، ده برنامج علمي. ما انا نفسي. انا مش عارفه انا نفسي. نفسك ايه يا فندم؟ نفسي الاقي حاجه. لما اسالك رد. اتفضل يا فندم كمل. بس فانا معلش انا اسف، انا الاستاذ توهني عن السؤال. معلش حضرتك شتته. ينسون بقى. لا اليانسون ده حاجه ثانيه. اتفضل يا فندم كانك مش سامعه. اتفضل. يعني معلش اديني السؤال علشان انا. طب ما ممكن اقوم. بقول لحضرتك اي حد ممكن يقدر يطلع يقول نعم يا فندم. ممكن اقوم. حضرتك بتزعقي لي يقدر ليه؟ يطلع يقدر يقول يا فندم ان هو بلوجر يطلع اي وصفه الناس تاكلها. ايوه ما احنا خلاص دلوقتي حضرتك بص السوشيال ميديا ما خلتش اي حد نفسه في اي حاجه. اي حد عايز يتكلم بيتكلم. اي حد عايز يقول اي حاجه بيقول. اي حد عايز يقول على اي حاجه بيقول عادي خالص. اي حد بيقول القلقاس مجفف. منتهى
بمنتهى البساطه بيتكلم حضرتك احنا معايا. مش برنامج خلاص. كوميدي، حضرتك احنا برنامج ليه ورب رسالة. العباد ليه كوميدي، رسالة. ورب ليه العباد ده رسالة. كوميدي ليه جدا. رساله. وبرنامج علمي ودي مناظره، احترم راي الاخر زي ما هو يحترم رايك. هو انا قلت رايي عشان يحترموا؟ انا نفسي اقول أنا رايي. قلت سبانخ هو ولا رايي قلت في ايه؟ سبانخ؟ سبانخ ايه؟ انا لو اسمها انت اللي كده. قلت هو في حاجه سبانخ. اسمها قلقاس انت اللي قلت مجفف؟ في حاجه اسمها وفي قلقاس حاجة مجفف. اسمها- ده طعام دي حاجات مفيد. مثبته معمليا يا فندم. انت قلت حاجه بالقلقاس بيعمل ايه؟ القلقاس إيه؟ المجفف ده بيعمل ايه؟ هي الاستاذه هو انت هو انت بتمتحني ليه؟ بتختبره؟ انا مش بيت... فاهم. انا عايز قاعدة، استفاد بالمعلومه أنا بيعمل ايه المذيع القلقاس يسألني، المجفف؟ أنا أنا معلش انا هفيده دلوقتي بدل ما هو عمال بيتريق فادني. والسبانخ اتفضل. وبتاع. الاستاذه كانت بتسال ندي ايه للاطفال يكون مفيد، قلت لها القلقاس المجفف آه. هو حاجه متكامله فيها فيتامينات، فيها نشويات، فيها بروتين، وان القلقاس مظلوم اجتماعيا، في فعلا. اكلات كتيره مظلومه اجتماعيا، ده مش معناه ان هي مش مفيده. مظلومه. ده اللي انا قلته. في تمام؟ انواع كتير من الخضار تمام. مظلومه. طب انا هي دي جملة طبيعية. خليني طبعا. اسال حضرتك دي يا جملة. فندم. خليني طبعا. انسى يا فندم، هل في ادويه او نظام غذائي هو يغني حضرتك عن بس عمليه التجميل؟ ممكن حضرتك انا هجاوبك يغني على عن عملية السؤال، بس التجميل؟ حضرتك انت بتكلميني كده ليه؟ ده هو ايه برنامج. الموضوع؟ هو يا فندم حضرتك على- بيتي فوق راسي، انا بتكلم نفسي لا نفسي فوق هنا. راسك ايه؟ ده بسال انا حضرتك حاسس سؤال، انتوا جايبين لنا في أدوية تهزقونا تخسيس- ولا في ادويه تخسيس بتغني عن عمليه التجميل؟ معرفش بقى اللي طرقعتي له صباعك انت يرد، انا مش فاهم. يا فندم انا بوجه لك سؤال. يا فندم ايوه انا احترم ينفع اجاوب؟ برنامج، انت احترم حضرتك المذيع، سؤالك ايه؟ احترم سؤالك الضيف. ايه؟ سؤالك في ادويه تخسيس آه. بتغني عن عمليات التجميل؟ هو ده ايه آخد- علاقه السؤال ببعضه؟ مال التجميل يا بالتغذيه؟ فندم اخد دواء اخس ولا اروح اعمل نحت؟ بسال من الاخر اهو، سؤال مفصل بسيط، اخد دواء واخس ولا لازم اروح اشفط؟ لا مش لازم تروح تشفطي، لان مش العمليات خلينا نروح فاصل يا ونرجع ريت. نكمل المناظره. هو في ايه؟ هو مش ده عارفه بجد؟ اتكلم ثانيه كلمه. طيب ثانيه مش والله عارفه اتكلم هقول لك على كلمة. حاجه بس بجد والله ما بهزر، هو ده بجد؟ امال هو ايه يا فندم؟ في حضرتك هو استاذ حضرتك استاذ باكج شريف ايه؟ صح؟ دكتور شريف. اهلا شريف. بيك يا دكتور شريف. دكتور شريف. انت حضرتك انت تعرفني انت زعلان مني؟ خالص يا فندم، خلاص. بتكلم بس- بجد والله. صدق وانا بتكلم زعلان؟ بجد يا فندم. ارد ولا حضرتك هتقعد اتكلم تقول زعلان؟ انت تقول مش اجريسيف، عارف انت متضايق ليه؟ يا فندم انا انت aggressive. متضايق ليه؟ ده احنا قعده لطيفه، انت متضايق ليه؟ احنا قلنا حاجه. انا يا استاذ نفسي أعرف إيه المناظرة. انا سحنتي كده يا فندم، انا شكلي متضايق. ايه أنا اللفظ؟ مولود متضايق. سحنتي؟ جديده على ما حضرتك. تغلطش في الضيف يا فندم، ايه؟ ما تغلطش في الضيف. انا قعدت جوه كلمته، انا غلطت أنا فيه أقولها قلت له- ما حضرتك ما ترددش تقولهاش. ولا الضيف. لا والله ايوه طبعا. مش انت دافع. انا دافع طبعا. طب ما تدفع. كان نفسي افهم كام انا وادفع على ليه بكره اللي اصلا؟ يقول امين معروف. انا آه، ادفع. ما انت تدفع دفعت يا ليه؟ انت دفعت ليه؟ باكج يا دفعت فندم. ليه؟ دفعت إيه؟ ليه؟ عشان عايز اتنجم، عشان اخد المساحه بتاعتي، واكيد انت دافع، هي دي. واكيد انت دافع. احنا هنهزر مع ما بعض. ما هي لسه ما- المذيعه بتقول لك ما دفعتش ليه؟ يعني انا مش دافع. انت مش دافع. ادفع يا فندم، احنا فيه، احنا خلاص لسه بقى، عندنا طب- نص وقت. طب خلاص اهو. ادفع يا فندم، لسه ادفع عندنا ادفع ايه؟ لسه عندنا 25 دقيقه باقيين. ادفع كام وليه؟ وادفع ليه اصلا؟ لمين؟ هننجمك، لا ايه؟ هننجمك ليه يا فندم؟ تتبروز تتلمع ولا عايز اتلمع. وعلى حساب الضيف اللي قدامك زي ما هو عمل معاك. لا بس هو مش هو مش هيتلم على حسابي. انت دافع كده كده. انا دافع فقط مش دلوقتي، انت انا دافع؟ بتلم على حسابي. انا بكلمك مش انت هو دافع؟ مش مواكب. والله الناس هتحترمني اكتر. يا استاذ مش انت اللي دافع؟ بعد اذنك يا استاذ، انا بتكلم انت معاك. مواكب؟ ايه؟ مواكب؟ انا مراكب. ايه الكلام الغريب؟ انا في ايه؟ انا قاعد في بس كوكب حضرتك تاني. مواكب؟ أنا رد على مواكب، فندم. اه. بكام؟ مواكب بكام؟ انا باكج خدتها. لا ما خدتش باكج مثلا، ما احنا خدتش. فيها دلوقتي، احنا دلوقتي قدامنا دقيقتين ونرجع من الفاصل. تقدر حضرتك تدفع لو حابب، معكش تحول على طول. بس الكلام معلش، اللي هيدفعه ده يبقى في حلقه ثانيه مش في الحلقه أنا بتاعتي، هظبط عشان تلات أنا- لا دي ثانية خلاص. بس. ايوه هو صح. دكتور شريف صح، هو دافع خلاص. واحنا بالفعل بدانا الحلقه على ان هو دافع. انا لو انا دلوقتي دفعت هحتاج ان انا اعيد الحلقه، لان هو خد مساحته اكتر. في بكره برنامج الساعه 10 وانا الصبح. مش اصلا مش هدفع، وقسما بالله ادفع ليه والمين وعشان مين ايه؟ انا فندم؟ نفسي هتتنجم افهم. المناظره الموسم الثالث. مبروك يا الله فندم. يبارك فيك. اعمل ايه؟ مناظره ايه؟ معلش. الموسم الثالث. اقسم بالله ما شفت لا جزء تاني ولا اول. حضرتك مش مواكب تماما. مش حضرتك ما مش هي مواكب لسه تماماً. قايلها، انا فعلا مش أنت مواكب. مش مواكب. لا مش مواكب. طب هتدفع يا فندم؟ ايه؟ 25 دقيقه الباقيين هيبقوا ليك. مش عايز. ليه خلي يا فندم؟ دكتور ادفع ليه؟ انا مش عارف ايه السبب. انا مش لاقي انا لك عندي أي محتوى استعداد، أتكلم فيه مع عندي حضرتك. استعداد اقوم امشي الأسئلة مش أصلاً. راكبة انا على عندي بعض. انا مش استعداد لاقي امشي. اي محتوى اتكلم فيه مع حضرتك. طيب. انا مش لاقي اي كلام اتكلم فيه، عماله مين؟ اهري في الكلام، مش لاقي لك حاجه. طب مش- اقول مش لاقي لحضرتك لك على حاجه. مخرج. اقول لحضرتك على إيه اللي حاجه. انا مقعدك بعرف يا اكلم الناس الطبيعيه، يعني انا لو بكلم دلوقتي الطبيعية؟ الكاميرا الناس لا يعني- بكلم قصدي على المشاهد مش حضرتك خالص. مش حضرتك، اتفضل. بكلم الناس الطبيعيه اللي هم الغلابه، اللي هم والدتي وجارتي وخالتي واختي. غلابه بتكلم ايه مع يا الناس. فندم؟ ده حضرتك جاي تعمل اعلان للمنتجات تاخد منه فين فلوس. ده يا غلابه ايه فندم؟ يا فندم؟ فين حضرتك قلت انا بعمل ولو هعمل اعلان مش منتجات. هعمله هنا. انا ما اعرفش البرنامج اصلا انا بس عشان حضرتك اعمله. شغال ايه؟ فجاه راح جايب لي سيره منتجات. اتوترت بقيت بدخل منتجات
جت في اي عايزه الاقي لك اي مخرج، اي لا انت محتوى حضرتك متقالة. قلت لي قول انت حضرتك يعني قول لي تفصيل عن حضرتك، فانا شرحت لك الاسم طب هتدفع ولا لا؟ عشان مش عايزه هري كتير. وقسما بالله مش عايزه هري خالص. هري؟ هتدفع ولا لا؟ بسالك يا لا يا فندم. لا لا لا، هتدفع ولو مش يعني؟ هدفع وامشي يبقى كتر الف خيرك، يبقى طيب انت عملتي معايا مش واجب. هتدفع يبقى تقعد ساكت خالص في الحلقه. ليه يا لحد ما حبيبي تيجي خالص. ليه؟ لحد ولا كلمه. ليه انتوا كاسرين عيني؟ ما انا عايزه ليه اعرف ليه؟ حضرتك ثواني. علشان كل الناس اللي موجوده هنا دي باكج كام؟ اكل عيشها من اللي انا دافعه بمنتهى البساطه. باكج كام يا ما فندم؟ تتكلم 45. اتكلم أعرف كويس، بقية ال 25. اتكلم كويس. بقيت 25. انت بتتكلم، لا انت بتتكلم عن الناس اللي شغاله هنا اللي واخدين ايوه فلوس. الناس اللي موجوده هنا دي هتاخد مرتبها من الناس اللي الفلوس بتاعت موجوده، الحلقه. لا يا حبيبي لا 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 هو انت حضرتك- الرزاق يا حبيبي؟ نعم لا انت إله إلا الرزاق؟ الله. لا حضرتك الحلقه دلوقتي البادجت بتاعتها من اللي انا دافعه. ربنا مسببه يا فندم، ربنا مسببه الحمد لله. مسببه ربنا فعلا يديله يدفع نعمة. رشوه عشان ربنا يرغي يديله نعمة اكتر. يا فندم. اتفضلي يا يبعد فندم. عنا عيونك. ممكن حضرتك نرجع الإعلام كله ولا ماشي إيه؟ كده، احنا هنهزر انت مش انا عارف اصلا إن مش عارف انا الإعلام قاعد ماشي كده. ليه حضرتك، انا والله نفسي تقعد لوحدك. علشان طب حضرتك عمال تتنجم. بتذلنا انا قاعد ليه انا قاعد ليه انا قاعد ليه، هو حد زن لا عليك قول له أنت دوره تقعد؟ ايه؟ قول له أنا دوره اللي إيه؟ علشان زلتك؟ الضيف يتنجم. انا بقول لك على في قفايا. حد زانن عليك ان وعلى انت تقعد. قفايا. على قفا مين؟ على قفانا يا فندم. لا على قفا حضرتك، انا ما حدش يتنجم على قفايا، طب يتنجم على هو قفايا. انت باكج كام؟ 45. 45. لا راجل دافع يبقى هتاخد تطلع. احنا ماشيين باكجات حلوه دي، هنا. اطلع فين؟ امشي صح؟ لا انا تفضل ساكت هو لغايه لما هو يتبروز على قفا حضرتك. افضل ساكت؟ احنا ما كناش يا فندم لاقيين حد يطلع معانا، جبنا حضرتك وحضرتك وافقت، هتطلع نشكر شويه في الدكتور انا وانت ويلا خلاص. انا افتكرته تمام. برنامج كويس ما هو بس برنامج كويس، معلومات مفيده. بس ما كنتش عارف ان في دفع لايه؟ انا مش فاهم انت دافع لايه؟ وكل دول دقيقتين عشان نرجع فاصل، دقيقتين ايه دول ما جملي. احنا عايزين نسكتك. يلا اهو يلا. ورجع لكم مره تانية ولسه مكملين في المناظره. دكتور شريف، رأي حضرتك ايه في الناس اللي بتروح لمصادر غير قانونيه وبتفضل تشرب ادويه؟ زي اللي بيعمله الاستاذ بالظبط. يعني مثلا. إيه الأسئلة بالملي. دي؟ ده بصراحه يعني يا ده نهار أسود. ده اللي احنا طالعين اصلا نوعي الناس عشان دي انه يا أسئلة. جماعه لو سمحتوا لما أنا حر. تيجوا خصوصا اي حاجه ليها علاقه بالصحه، اي حاجه ليها علاقه باهتمامي بنفسي او كده، ما اروحش لحد غير متخصص واروح لحد متخصص، اطلع حد مسرح يكون حد. دارس، آه. حد يكون بعد اذن حضرتك. زي مين يا ما فندم؟ كلمتك. احنا عايزين بعد إذن مثال انا ما للناس. كلمتكش يا بعد حبيبي. اذن حضرتك، بعد اذن لا انا ما اسمحلكش. تمام؟ لا اسمح. لا ما الراجل اسمحلكش. بيتكلم بس هو مش لسه. هو أنا قلت الراجل- حاجة بقول الراجل اطلع. ليه حق ولا كلمه. انا ما الراجل قلتش بيخلص. حاجه، انا طيب. بقول اطلع تمام؟ مسرح يا فندم. فالناس اللي غير متخصصه المفروض ما تفتيش وتقعد تقول كلام ملهاش علاقه بيه. عندنا مثال حي ولا في؟ عندنا مثال حي، هي دي مش مناظره، اه فين فاذا في المثال طرف حي؟ وطرف الاخر. ماشي، خلاص الطرف الاخر هو اللي بيعمل كده. هو اللي بيعمل كده. شكرا. تمام. دي مهلبيه مش مناظره، عارف المهلبيه؟ بتخن المهلبيه المجففه. بتخن. على الله ان شاء الله. ما فيش حاجه على فكره اسمها مهلبيه مجرد. هو جاي يهزر، الاستاذ جاي يهزر. ايوه يا سيدي ما هزرش، اللي انت عايزني ابقى غم وخلاص. خلاص يا عم هزر، عايز في تهزر إيه يا هزر. عم؟ عايز تهزر ههزر بره. وجوه والله دافع ومش دافع، انا هزر في الحته اللي انا عايزها. هزر يا عم براحتك. لا لما حد قال لك تدفع حاجه؟ تهزر، حط رجل على رجل لما تدفع. امال ايه؟ هو ايه بتطرقع ده؟ كويس قوي. عادي انا بطرق صوابع ايدي، انا حر اهو اهو انا حر انا تحت. بس اللي اعمل الحركه دي. ليه؟ انا المذيعه. بجد؟ ورجعنا ماشي تمام، انا عادي جاي اهزر بقى. هو في حاجه بتضحك؟ هو ده بجد هيطلع يا جماعه؟ يعني ده انتوا هيطلع يا هتذيعوه فندم. هتذيعوه بجد؟ دي حلقه مدفوعه يا استاذ وانت عمال بتبوظها لي بقالك نص انا مش ساعه. عارفه. انا ما بياكلش معايا الصوت ده على فكره، انا هادي والله هادي، انا مش عارف انا ولا كلمه بقى، وبعدين ولا يعني. كلمه بقى. ولا كلمه. اقطم بقى. اقطم بقى. ايوه نطلع. بوظت الحلقه وقرف. انت منين والنبي؟ بجد منين؟ منين وبوظت الحلقه وقرف؟ انت مالك؟ انا المذيعه، انا اللي اسال. انا عارف انت المذيعه، ينفع اشرب مذيعه؟ طب انا عايز ميه لو سمحتوا، عايز ميه. ميه حاجه بص تانية بقى يا دي، فندم؟ بص دي حاجة اللي تانية؟ دافع معايا ميه. ما ليا كلام مع حد دي تاني. بالصدفه ومطرح الضيف القديم على فكره. اقسم بالله لا، كان عيان. مطرح الضيف القديم هو كان الضيف كلب عادي اشرب اهو. كان عنده التهاب رئوي. هو بتجيله ميه معدنيه يا حضرتك. لهوي يا لهوي. دي معبينها. القبول ده والله ده عظيم بتاع ربنا، بس ما تعرفش تدفع ولا تشتري باي حاجه، انت زيرو قبول. بالنسبه لك في عيوننا قمر. ايه؟ في عيوننا قمر. ميح. اشكرك. ويا رب يا رب يا رب بجد. انا خايف والله العظيم خايف. كفايه كلام. هو انت بتاخدي تان؟ كفايه كلام. بتاخدي تان؟ كفايه كلام. ورا بعض. ولا كلمه. تقعد وانت ساكت انت خالص. فاكرني اقوم امشي؟ والله العظيم ده انا مبسوط جدا. ما احنا يا فندم شويه الباكج اللي هو علق الناس بيضحك دكتور. عليها يا مش هعلي ابني، اكتر من الناس كده بيضحك عشان عليها. الناس والله خلاص الناس يبقى طيبه انتوا جدا. المفروض تجيبوا ناس الصوت! عشان لا وطي صوتك. انا بتكلم، وطي صوتك. الناس بيضحك عليها. كلم نفسك. احنا لا بنتكلم بتكلم دلوقتي. معاك، يلا بتكلم مع كمل يا دكتور.
المفروض بعد كده تنتقوا الناس اللي انتوا بتجيبوها. آه. خلاص انا دافع باكج معينه، يبقى المفروض الضيف اللي قدامي يا اخي يبقى على مؤثر. ابو ديباكا انت على دفعتها. نفس الليفل. يبقى مؤهل. خلاص مم. باقة ايه يا عم وبتاع ايه؟ ما تضحكلوش، خلاص. عارف ليه؟ لان هو يعني كمل والبرنامج المفروض ده الموسم الثالث وبتتكلموا كده، كمل. والمفروض ان انا ضيف واحنا معاك، وصلنا الموسم الثالث والمفروض ازاي؟ ان انا مش أبروف باللي بفضل انت دكتور بتقوليه. شريف وصلنا الموسم الثالث ازاي؟ ب 45000 جنيه صح؟ 45 ولا دولار؟ انا عارف انه جنيه. بعد اذنك عايزه يعني ارجع من الفاصل كفايه ولا واحنا كلمه. ما رجعناش منه؟ لا طبعا بجد؟ هنمنتج، طبعا هنمنتج كل الكلام لسه ده، كنت كل مغ- الكلام ده هيتمنتج، كله قول اللي انت عايزه هيتمنتج، منتجي. وهنرجع من الفاصل بتاعي. والله ما هتلاقي دقيقتين ورجع لكم تزعلوا. مره تانية ولسه مكملين في برنامج المناظره. دكتور عايزه اسال حضرتك سؤال قبل ما نختم حلقتنا. راي حضرتك ايه في النموذج انا مش زي عامل زي انا مش عامل النموذج- باقة عشان تساليني. هو السحنه دي. نموذج شاب ناجح انت دكتور ايه في ايه؟ شاب ايه؟ ناجح انت مصدقه قوي. وبيقدم رسالته للشباب، تقدر حضرتك تاخده قدوه ليك، مين؟ تقول ايه للشباب يا دكتور؟ تقول ايه يا لو دكتور؟ سمحتوا انتقوا الناس اللي انتوا بتخلوهم قدوه ليكم. ميح. قدامكم دلوقتي ادي ضيفين وانتوا اللي بتقرروا. آه. خلاص الاستاذ جاي مصشور شعره وكل الكلام ده وشكله لا أنيق طبيعي يا وبتاع، حبيبي. لكن ده ملوش اي علاقه، ملوش طبيعي اي علاقه يا اللي صاحبك عمل عمليه تجميل عشان يبقى شبهك. ده من السبانخ. ده من السبانخ. ايه؟ ده من السبانخ. شعر ده من القلقاس بقى. أيوة. لو انا من السبانخ ده من القلقاس أيوة، المجففه أيوه. يا جماعه. لا 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 اقسم بالله القلقاس يعمل فيكم كده المجفف. القلقاس ده. المجفف للاطفال. لو سمحت بقى ايه ما انت خدته؟ انت محتاج بقى قلقاس مجفف قلقاس علشان مجفف. ايه؟ عشان تصرفاتك تصرفات اطفال. فماشي نبقى نجيب لك بقى قلقاس مجفف. خلاص خلاص يا جماعه الاسلوب بيبين، فادينا كده واضحين قدام بعض. القدوه كذاب. مش بس على فكره بالكلام اللي بيتقال، بطريقه الكلام. قدوه بأسلوب ايه يا الكلام، عمي؟ باسلوب الحوار. خلاص اسلوب الحوار متدني جدا وبعد كده يجي يقول لك ده من القلقاس وده مش من القلقاس. حاجه صعبه. يبقى انت ما تخشش معايا يا دكتور في الكلام، لا 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 سيبه انا يتكلم فعلا في هبدا نفسه. اتجاهله بقى شويه كده. سيبه بقى يهبط كده يقول الكلام اي كلام في نفسه، سيبه انت منين يهري، بجد؟ سيبه يهري مع نفسه، إيه انت سيبه يهري، منين؟ سيبه يهري مع سيبه نفسه، يهبد. سيبه يهري، سيبه يهري. تالت موسم والله ما عدى عليا الاسم اصلا. اسم ايه؟ المناظره ما عداش تالت موسم. بس دي مش المناظره، امال ده ايه؟ ده برنامج الهبيده مقالب. بجد؟ بجد ولا بجد والله. اه والله. نورتنا والله العظيم، احنا اسفين لو ضايقناك ولا حاجه. على فكره انا لذيذ او انا وشي في حاجه ماله القلقاس يا عم؟ انا ماله القلقاس؟ والله بجد بجد ولا بتهزر؟ والله العظيم يا فندم، حضرتك فوق راسنا، كل سنه حضرتك طيب واحنا اسفين لو يعني انت ضايقناك. مش كده؟ مش كده ايه يا فندم؟ طب وانت ما قلتش ليه انا مش كده؟ انا رخم يعني ولا ايه؟ مش عارف والله. نورتنا والله العظيم. لا يا عم انا مش رخم يا عم ولا حاجه. انا حسيت ان في حاجه، انا حاسس ان في حاجه بس انا مش عارف امسكها يعني ده ايه. مش عارف احط ايدي عليها. المشكله ان انت بتتكلم انك مصدق نفسك او القلقاس مجفف. ايوه طبعا انت ما جربتش القلقاس المجفف؟ على فكره بعد اذنكم يا جماعه دي الحاجه الوحيده الحقيقيه في وانا مش انا مش ما بعترفش بصراحه، بس انا بجد نبضات انا يعني من جوه يعني مش عارف اعمل ايه، او ما امشي علينا ولا هبان ان انا ثبات انفعالي قوي بجد والله. بس بكره أنا حضرتك تدينا متلج. موافقه. طب ممكن حضرتك تدينا موافقه أنت نذيع أسطورة. الحلقه؟ ربنا انت يحفظك، اسطوره والله. ربنا يحفظك يا رب. تذيع الحلقه؟ تذيع الحلقه؟ طبعا انا كنت موافق انها تتذاع وهي بالمنظر ده، مش انا موافق انها تتذاع. ده انا كنت حاسس ان الناس هتكرهك. بص انا كان هدفي في السحنه الحلقه دي وخد صورتي عمل طيب. عمليه تجميل عشان يبقى شبهي. ايه الثقه دي؟ انتظرونا في حلقه جديده من برنامج الهبيده.